اهلا بكم معانا في دردشه اصحاب. تكمله للدردشه اللي بيننا وبين بعض واللي بيننا وبينكم اللي كلنا بنتكلم فيها، بدعمكم وبتوصياتكم وبارائكم وبافكارنا وبافكاركم. الاستاذ رفعت النهارده هيكلمنا في حاجه مهمه جدا جدا. الاستاذ رفعت معانا هيكلمنا في موضوع يمكن كلنا بنقابله، بنتكلم فيه كتير، بنتكلم فيه بينا وبين نفسنا اكتر ما بنتكلم فيه قدام حد. هنسمع منه هيقول لنا ايه. اتفضل يا استاذ رفعت، عايز تقول لنا ايه؟ عايز اتكلم عن حاجه خطيره جدا الواحد بيلاحظها اليومين دول، وهو ان في انحدار في المستوى الاخلاقي جامد جدا ما بين الشباب والشابات اللي لسه سن 17 و 18 سنه. يمكن احنا اتربينا في البيت وفي المدرسه كان في حاجه اسمها احترام الكبير، كان في حاجه اسمها العيب. العيب ده غلط، ده صح، ده مش عارف ايه. كان ابوك بيوجهك، والدتك بتوجهك، صاحب ابوك بيوجهك، عمك بيوجهك، في المدرسه بيوجهوك ان انت لازم تحترم اللي اكبر منك. كان بيقول لك الغلط والصح يتعمل ايه. تمام، صح. فدلوقتي الواحد بيشوف ان ممكن شاب 14 15 سنه يغلط في واحد كبير، مفيش مشكله. الواحد بيشوف حتى في وبيجيب مبررات ياما انا غلطت فيها عشان كذا. وحتى يعني احنا كانوا يقولوا لنا مثلا في المواصلات، لو انت راكب مواصلات ولقيت حد اكبر منك قوم له وقعده. دلوقتي بيتغلط في الكبير عادي، مفيش مشاكل. البنات بتعمل حاجات غريبه جدا في الشارع، بتسمع الفاظ غريبه جدا. فمش عارف انحدار المستوى الاخلاقي ده هل نقص تربيه من البيت والمدرسه مشتركين، ولا من البيت بس مفيش رقيب؟ ما تعرفش يعني. انا مش عارف ايه الانحدار الاخلاقي اللي موجود حاليا في اللي الواحد شايفه، بعد عن الالتزام بالدين. اذا كان التعليم الاديان، ما في حاجات كتير قوي الواحد بقى بيستغرب انها بتحصل. والله ربنا يحفظ اولادنا وبناتنا يا رب من كل حاجه، لكن للاسف فعلا اللي انت بتقوله ده كلنا لامسينه. جيت في موضوع صح، يعني انت بتتكلم حضرتك في موضوع صح ولامسينه بطريقه مش معقوله. في الشارع، في المواصلات، في اي حته حتى بتروح، ابتدوا الموظفين الشباب الصغيرين برضو بيعاملونا ككبار بنفس الطريقه اللي انت بتقول علينا، حضرتك بتقول عليها. مش بيعاملونا باحترام، لا بنزعل. مع ان كان اكتر حاجه اللي الواحد كان بيلاحظها في التربيه ان انت لازم الكبير، مش شرط ان هو قريبك، الكبير اكبر منك لازم تحترمه. ما ينفعش ترد له، ما ينفعش ترد عليه باسلوب فيه قله ادب، ولا لا 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 لا. ما كان ممنوع الكلام ده. كنت تشوف صاحب والدك كنت تخاف منه، بس كنت بتعمل له حساب. هنا انت مش عارف توجه الرساله للشاب نفسه ولا للمدرسه ولا للبيت، لا، للاساس اللي ولا للست الكل، الام ولا الراجل. مش عارف توديها فين. هو على راي امير الشعراء بيقول لك ايه، ان الام مدرسه، ان اعددت شعب طيب الاخلاق. فالام بقى عليها عامل كبير جدا، لان الاب بقى مشغول كتير عشان يقدر يجيب القوت اليومي للعائله. فبقى الاب مشغول جامد جدا طول النهار بره، فالام بقى عليها عامل جامد، بقى عليها حمل كتير جدا ان هي تعد الجيل اللي جاي كله. والام ممكن تقول لك انا برضو تايهه ما بين مذاكره العيال وتسكيت العيال وواجب العيال ودروس العيال. انا هعمل ده ولا ده ولا ده، انا مش قادر اعمل اي حاجه. ولا هي كده المشكله تاهت بقى. بالمناسبه الام، ممكن احكي موقف بالنسبه لي انا حصل معايا في سن ال 31 سنه 32 سنه، وانا جاي من ايطاليا. علي صوتك شويه. وانا جاي من ايطاليا، ده صوتي عالي وانت عارف، ده صوتي عالي يعني. لما جيت من ايطاليا كان قالوا لي فاضل اسبوع او 10 ايام على رمضان. عفوا في هذا الموضوع ده انا بقوله فيه احراج كبير قوي وفيه غلطات كبيره قوي عليا، ولكن بقى عشان ابين فضل الام. والام بتاعت زمان، امي قالت لي ايه؟ قلت لها لسه في رمضان ولسه في صيام ولسه المواضيع دي بتعملوها. قالت لي يعني ايه؟ قلت لها انا 5 سنين ياما في ايطاليا، فما فيش المواضيع ده. قالت لي يعني ما فيش صيام؟ قلت لها ما اعرفوش. قالت لي بص بقى، هنبتدي نقطه من اول الصبح، هتبتدي تتسحر وتنام واصحيك على الفطار لمده 5 6 ايام. ابتدت تصحيني على العصر،
ابتدت تصحيني على طول، رجعتني طفل 6 سنين تاني. ام بتاعت زمان لا عندها اوتوماتيك ولا عندها فرن مش عارف ايه ولا 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 وست عيال. عايز تقول ما عندهاش فرن اوتوماتيك وغسالة اوتوماتيك، يعني وقتها ضايع في الغسيل والطبيخ وخدمه واللم والغسيل ام بتاعت زمان. هل في بنت صغيره ام تقدر تعمل ده كده النهارده مع عيالها؟ يا رب يقدر، يا رب يقدر. انا اسف في الموضوع ده صعب جدا، بس ادي الام اهي. يا ريت تساعدونا وتقولوا لنا في الكومنتات احنا محتاجين نوجه الرساله دي والكلام ده في المره الجايه، ونحدد للشباب نفسهم الصغير ولا لاولياء الامور الست ولا لاولياء الامور الراجل ولا المدرسه، ولا نوجهها لمين. احنا عايزينها تجيب نتيجه اكبر وتحقق حاجه في المجتمع، فقولوا لنا عايزين نوجه الكلام لمين ونخاطب مين عشان نخاطبه باللي يناسبه من الكلام. يا ريت يعني تتواصلوا معانا وتقولوا لنا رايكم. احنا مش عايزين تكات اعجاب، احنا عايزين كلام. تقولوا لنا رايكم ايه، تتواصلوا معانا، اشتركوا معانا، يبقى دي في فايده بتعم على الجميع. وجزاكم الله كل خير. منتظرين تواصلكم ورايكم ودعمكم لينا زي كل مره. تحياتي.